السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مرور يوم 11/11 بسلام وأمان، اليوم اللي كان فيه الخونة عايزين عايزين يكون يوم نزول، وبيدعوا فيه النزول، إلا أنكم شعب مصر العظيم أبيتم إلا الرفعة والصعود بمصر، فخذلتموهم، ويعني زي ما بيقولوا كده سودتوا وشهم. وما أحلى أن تسمعهم وهم ينعقون ويصرخون و... ويلطمون ويولولون على عن اللي خلفوه. كانوا يريدونها فوضى، كانوا يريدونها فوضى، إلا أنكم أبيتم أن تجعلوها أرض واحة أمن وأمان وسلام واطمئنان. فشكرا لكم أيها المصريون. انقلب السحر على الساحر، إذ أن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. هؤلاء الخونة المفسدين لن يصلح حالهم الله أبدا، ولن يصلح أعمالهم، ولن يصلح لهم بالهم، بل سيظلون فوق صفيح ساخن وفوق نار يتقلبون عليها ليل ونهار، مرميين في بلاد الله لخلق الله وراء الممولين بتوعهم والخونة اللي زيهم. لذلك كان واجب علي، واجب ضروري، أن أهنئ هذا الشعب العظيم بهذه المناسبة التي تسعد قلب كل وطني. أهنئكم يا شعب الحضارة، لقد أثبتتم أنكم فعلا ترثون جينات الحضارة بكل محتوياتها من ولاء وانتماء وعزة وكرامة. الكرامة التي تجلت في عدم الانسياق وراء هذه الدعاوى الهدامة. كيف لمصري نبيل ذكي بالفطرة أن ينساق وراء مجموعة من الأفاقين الشمامين الخمرجية اللي ملهمش اللي حتى لما تسمع حديثهم يهالك السب واللعن والسباب بأقذع الألفاظ. فكيف لمصري نبيل أن ينساق وراء هؤلاء؟ ثم كيف لمصري نبيل وارث الحضارة عن أجداد كابر عن كابر أن يتعاون مع أعداء وطنه اللي في الخارج، واللي جايين عايزين يعملوا إبلاءات، لا طلع فلان، لا نزل فلان، لا هات فلان، ده فلان ده ما معرفش. كلام ما أنزل الله به من سلطان. يا سادة مصر حرة أبية، فتحية إلى هذا الشعب وهذه القيادة الحرة فوق الوطن السيد. سيد قراره، فتحيا مصر، وتحياتي لكم مرة ثانية. فالحمد لله رفض الشعب الإملاءات والإيحاءات وكل الدعاوى الهدم، وشمر عن ساعديه برغم الظروف الصعبة التي يمر بها الناس. في بعض الناس هيقول لك ده في ناس كان نفسها تنزل بس خايفة، وفي ناس معرفش ضجة من المعيشة بس ونفسها التغيير. أنا هقول لك، عند الشدة بيبان معدن المصري الأصيل، وإن انحيازه دائما بيبقى لوحدة الوطن ورفعته وكرامته. فهنيئا لنا بهذا الشعب الطيب الأصيل الذي يعرف معنى الوطن ويحافظ على أمنه وأمانه واستقراره. وخسئت هذه الوجوه التي كانت تدعو إلى الهدم، وتعيش مصر حرة أبية عزيزة كريمة. وأهنئكم وأهنئ نفسي. وبعد أن مش عايز أقول شميت، لكن
يعني اتفرّجت على عويلهم وصراخهم وبعدها نمت قرير العين، وها أنا الآن أقدّم التهنئة ولا أنسى أن أشارك أبناء وطني آآ فرحتهم، وأظن أنكم جميعًا فرحون بما حدث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تعيش حرة أبية عزيزة، وإن شاء الله ستصبح قائدة للعالم أجمع وزعيمة للعالم أجمع إن شاء الله وبفضل الله. والسلام عليكم ورحمة الله.